اللي بيحصل في الدوري السنة دي من التحكيم شيء غريب أوي 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 أوي. يعني بيطرح كذا سؤال علينا. يعني إيه الحكمة في الأخطاء المتكررة والشائعة في التحكيم؟ يعني إيه المقصود؟ يعني هل ده بتوجهات من اتحاد الكورة، ولا دي أخطاء عادية، ولا لجنة التحكيم ليها توجه معين، ولا إيه؟ أنا مش شايف غير هما سببين اتنين. مش عارف هتوافقوني عليهم ولا ممكن أكون غلطان. هل السبب إن اتحاد الكورة محتاج إنه يكون في منافسة في الدوري من أكتر من فرقتين؟ يعني إحنا بقالنا فترة عايشين على الأهلي ياخد كذا نسخة، وبعد كده الزمالك ياخد نسخة أو اتنين، بعد كده الأهلي ياخد كذا نسخة. هل هم عايزين يكسروا الروتين ده عشان خاطر سمعة الدوري المصري بالنسبة خارجيا، يعني تبقى في أكتر من فرقة بتنافس وإن الدوري مشتعل؟ هل هي دي الحكمة عندهم، ولا عندهم توجه إن يكون في فرقة تالتة ممكن تحصل على الدوري لأول مرة في تاريخها، وبرضه سمعة الدوري المصري تكون تكون كويسة قدام العالم بره، إن في أكتر من فرقة بتنافس وممكن أي حد ياخد الدوري؟ يعني عايز أعرف من حضراتكم، جاوبنا على السؤال وفي التعليقات تحت، وألف شكر حضرتك.